جريمة بشعة في قلب اسطنبول. ممثلة شابة تقتل صديقتها ب30 طعنة ليتم كشف أمرها عن طريق كاميرات المراقبة وإلقاء القبض عليها. ممثلة شابة اسمها سيفيل قتلت صاحبتها الانفلونسر، مش طعنة ولا 2، دي طعنتها 30 طعنة، نصهم تقريبا في الرقبة والصدر. ياه، ايه الغل ده؟ معقول؟ اللي حصل في اسطنبول مش مشهد من فيلم، ده واقع أغرب من الخيال. طب ليه وازاي ويا ترى ايه اللي كان بينهم؟ الليلة دي سيفيل وإليف كانوا خارجين سوا، اتفسحوا وشربوا ورجعوا شقة إليف على نص الليل، وبعدها بساعات الدنيا اتقلبت. الجيران سمعوا خناقة جامدة، صريخ وخبط جامد جاي من الشقة. لما واحدة من الجيران طلعت لقت باب الشقة مفتوح، ودخلت لقت إليف مرمية على الأرض غرقانة في دمها والسكينة جنبها. الشرطة فتحت تحقيق فوري وراجعوا كاميرات الشارع، لكن اللي شافوه كان صدمة. خلينا نعمل لايك الأول ونفعل جرس الإشعارات وتشتركوا معانا عشان يوصلكوا كل الحلقات الجديدة. لما راجعوا كاميرات المراقبة لقوا سيفيل خارجة من العمارة بكل برود، لا بتجري ولا خايفة ولا حتى بتبص وراها، وكأنها خارجة من كافيه مش من جريمة قتل. الشرطة قبضت عليها بعدها بساعات. سيفيل في الأول رفضت تتكلم وقالت مش فاكرة حاجة، بس قدام القاضي قالت كنا شاربين وهي اللي بدأت تضربني وكانت شايلة سكينة، وأنا خفت ودافعت عن نفسي، وبعدها كل حاجة بقت ضباب، معرفش عملت إيه. لكن التقرير الطبي بيقول حاجة تانية خالص. إليف اتطعنت 30 طعنة، 15 طعنة في مناطق قاتلة زي الرقبة والصدر، يعني مفيش حاجة اسمها دفاع عن النفس هنا، دي نية قتل واضحة. كانوا أصحاب وأكتر. التحقيق كشف إن العلاقة بين إليف وسيفيل ما كانتش صداقة عادية، كان في غيرة شديدة بينهم وسيطرة من واحدة على التانية، لدرجة إنهم اتخانقوا مرة بسبب إن إليف سافرت مع بنت تانية. يعني ممكن نقول حب وغيرة أو خيانة، كل الاحتمالات مفتوحة. طب هي كانت في وعيها ولا لأ؟ خبيرة نفسية طلعت في برنامج وقالت اللي عملته سيفيل ممكن يكون بسبب حالة اسمها انفصال عن الواقع، بتحصل لما الشخص يدخل في صدمة نفسية أو يكون تحت تأثير مخدرات معينة. وقالت كمان إن مشيتها بعد الجريمة كانت غريبة وكأنها مش في الدنيا. لسه منتظرين تقرير السموم النهائي، لو طلع في جسمها مواد مهلوسة ممكن ده يغير مجرى القضية. أما بقى السلاح المستخدم فبيتم تحليله دلوقتي علشان يعرفوا إذا كانت السكينة من المطبخ ولا سلاح كانت شايلاه أصلا معاها. الخلاصة إحنا قدام جريمة كلها ألغاز. هل سيفيل كانت بتحب إليف؟ وهل في غيرة مرضية؟ وهل فعلا كانت مش في وعيها ولا بتتهرب من العقوبة؟ القضية لسه في أولها وكل يوم بنكتشف فيها حاجة جديدة، خاصة المتهمة ممثلة معروفة وشاركت في كتير من الأعمال الدرامية، منها إخوتي والتفاحة الممنوعة وغيرهم. لكن الأكيد إن دي واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في اسطنبول ومش هتتنسي بسهولة. وبكده أنا وصلت لنهاية حكاية النهاردة من حكاية المشاهير، وزي ما عودتكم شاركوني بتعليقاتكم وآرائكم في حكاية النهاردة، واشوفكم في حكاية جديدة من حكاية المشاهير. سلام.